في يوم من الأيام في الإسكندرية كان صوت الخطوات يكسر صمت العمارة القديمة. خرج راجل يدعى رجب من شقة مسرعا يحمل في إيديه كيس أسود ضخما، وفجأة اصطدم بأحد سكان العمارة. نظر له الساكن باشمئزاز وقال له: مش هتبطل القرف ده بقى؟ فتجاهله رجب وخرج مسرعا من العمارة، ومنذ تلك اللحظة تغيرت حياة المدعو رجب عبد القادر اللي بيبلغ من العمر 41 عام. صاحب الأصول البسيطة من قرية في محافظة البحيرة، نشأ في بيت مليء بالخلافات الأسرية، إهمال لأطفالهم ولا يفرقوا بين الحلال والحرام. فتعلم رجب السرقة منذ صغره، حتى كبر وذاع صيته بإنه لص ونشال محترف، توقع تحت سطوة العدالة وحكم عليه بالسجن. وبعد أن خرج قرر أن يترك البحيرة ويذهب ليعيش بالإسكندرية. استأجر غرفة بسيطة ووجد عملاً في فرن، واتعرف على بائع شاي متجول اسمه أشرف. وفي أحد الأيام كان يجلس في حديقة عامة ولاحظ تصرفات غريبة. سيارة فارهة تقف أمام شاب صغير، ينزل راجل بملابس ضيقة ويعطي الشاب مالاً ثم يتحركان معاً. سأل رجب أشرف عن ما يحدث، إلا أجابوا بأن هذه الحديقة هي ملتقى للشواذ مقابل المال. وقرر رجب أن يعود بعد يومين. اختار رجلاً عجوزاً اسمه جمعة ليذهب معه مقابل 500 جنيها. ولكن هناك قتل رجب جمعة خنقاً، والغريب إنه نام بجوار الجثة للصباح. وفي اليوم التالي سرق كل ما يقدر عليه من الشقة، ثم تخفى وخرج. وبعد فترة عرف بأن جمعة قد دفن على إنها وفاة طبيعية، وإن أسرته تستترت على الأمر خوفاً من الفضيحة. ومن هنا قرر رجب تكرار فعلته تلك، قتل وسرق ضحية أخرى ثم غادر. وأيضاً لم يكتشف أحد الجريمة، حتى إنه حضر جنازة ضحيته واستمر على هذا وقتل 3 آخرين. ولكن أهل الضحية ال5 واللي كان يسمى حامد ويبلغ من العمر 62 عاماً بلغوا عن اختفائه. عثرت الحكومة على جثته المتحللة، كشفت الكاميرات عن وجود رجب مع الضحية، وحددوا مكان إقامته للقبض عليه. لكن رجب فاجئهم بتسليم نفسه بكل هدوء. وفي قسم الشرطة اعترف بقتل كل ضحاياه ال5، وأعرب عن فخره وسعادته بفعلته هذه، معتبرها إنها بطولة لتطهير المجتمع. وقال إنه استوحى فكرة الخنق بالفوطة من فيلم عمارة يعقوبيان. وكمان قال إنه كتب قائمة من 75 اسماً كان ينوي قتلهم جميعاً. وفي 25 من مايو عام 2017 قضت المحكمة بإعدام رجب عبد القادر شنقاً، ونفذ عليه حكم الإعدام في عام 2021.